البارحة كان عندنا برنامج الصدقة طريق النجاة عبر راديو ألوان. طبعا الموقف اللي وقفه نسيم البارحة مع العائلة، نسيم سايق ستوته يوميا حصل له مصرف ياخذ به فطور الأهله. سمع البرنامج نسيم، من دخل علي للإذاعة كنت أتصور أنه نسيم جايني يريد مساعدة، لأنه بملابسه ذني اجاني. تفاجأت بنسيم، دموعه نزلت. قلت له احكي. قال أنا سمعت البرنامج بالإذاعة ومحصل 10,000 دينار وجاي أتبرع بيهن لهاي العائلة. نسيم راح هو يحكي لكم من راح لأهله. سألوك نسيم أهلك؟ والله سألوني قالوا اليوم ما جبت لنا، قلت لهم مشيت لإذاعة الصدى وتبرعت صدى بيه. ألوان، لإذاعة ألوان. إذاعة ألوان مشيت وبرعت بين 10,000 لعائلة فقيرة، وفطرت رقية وخبزة. رقية وخبزة؟ اي الله شاهد. هاي الإنسانية. وهن البارحة قلت لك اللي اشتغلتهن جبتهن، حصلتهن 10,000 جبتهن لكم تبرعت بيهن. هاي العائلة، هاي الإنسانية. مو أحمد العراقي؟ نعم. أفضل من كل أعضاء مجلس النواب، أفضل من كل سياسي الدنيا كلها. هذا يحمل غيرة، يحمل شرف، يحمل إنسانية. لكن ذولاك شو يحملون؟ يحملون عقل، ما يفكرون غير بالسرقة وأموال حرام. أنتوا نسيم راح تلفون ببصلة بيضة، أنتوا ولا هو؟ والنقرة اللي راح تنامون بيها نفسها، لكن ايش بقى العمل. منو الأفضل، قدم نسيم لو قدمتوا أنتوا؟ أعزائي أترككم تعلقون، ما أريد إعجابات. منو الأفضل، نسيم لو ذولاك؟ واترك لكم الإجابة. شكرا أحمد العراقي لأن وصلتنا. والتبرع طبعا مو كان 10، 50 دولار. أكو 50 دولار راح نعطيها النسيم اليوم لأن هو يستحق المساعدة. واكو تبرع أيضا من إحدى الطبيبات، إن شاء الله من يوصلني راح أخابر نسيم. شكرا.